ازيكم حبايبي؟ ورجعت لكم بوصفة جديدة هتعجبكم جدا. وصفة جميلة جدا، طعمها خطير، مكونات موجودة في كل بيت. لو حابين تعرفوا الوصفة تابعوني، ويلا بينا نسمي ونصلي على رسول ونشوف المقادير. بسم الله. معانا 3 بيضات، معانا نص كوباية سكر. سكر يا ريت يكون حبيباته ناعمة، ونبدأ نضرب كده بالمضرب بتاعنا لغاية لما نوصل للقوام ده. وبعد كده بنرفع المضرب وبنبدأ ننخل شوية الدقيق بتوعنا، 120 جرام بما يعادل كوباية دقيق. بنحط 5 جرام بيكنج باودر بما يعادل معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبنبدأ نقلب بالمضرب اليدوي من فوق لتحت بالراحة كده عشان ما نطلعش الهواء. بنحط حوالي 20 ملي زيت، يعني حوالي معلقتين كبار زيت، يا ريت يكون زيت ذرة او زيت عباد، بلاش زيت التموين يا جماعة. وبنبدأ نقلب الخليط بالراحة. بنكون مجهزين صينية مقاس 30 في 20 مفروش فيها ورق زبدة، وبنبدأ نفرد الخليط بالراحة كده زي ما انتم شايفين. بنكون مسخنين الفرن بالفعل على درجة حرارة 180. بتقعد 15 دقيقة، يعني حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده، ممكن 10 دقايق كمان. وبعد كده بنطلع وبنسيبها تبرد خالص. بنشيل ورق الزبدة وبنبدأ نقص الطروف زي ما انتم شايفين، وبنقسمها لجزئين بالتساوي. الكريمة اللي احنا هنستخدمها بنحط مربى حليب مع كريمة خفق. لو كريمة الخفق مش متوفرة بنستخدم كريم شانتيه، مفيش اي مشكلة. تمام. ومربى الحليب متوفرة. وبنبدأ نضرب لغاية لما يوصل القوام اللي انتوا شايفينه ده. الصوص اللي احنا هنسقي بيه عبارة عن حليب وشوية سكر بودرة. تمام. بنقلب كويس. وبنبدأ نجيب الكيك بتاعنا، وبنبدأ نحطه كده زي ما انتوا شايفين، هما جزئين اتنين. بنبدأ نسقي بالسيرب بتاعنا اللي هو عبارة عن حليب وسكر بودرة احنا مقلبينه. وبنبدأ نفرد الكريم شانتيه او الكريمة بتاعتنا على الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وبنسقي الطبقة التانية بنفس الطريقة، وبنبدأ نحط بقية الكريمة بتاعتنا. طبعا دي كريمة خفق وعليها مربى حليب، فمديانا اللون اللي انتوا شايفينه ده. اللون ده جميل جدا. تقدروا تستخدموا فول سوداني او تقدروا تستخدموا مكسرات زي ما تحبوا للتزيين. تمام. وده شكلها بعد ما بردت وخلصت. بألف هنا وشفا، بجد جميلة، مش مكلفة، روعة. هتعجب ضيوفكم، هتبهر اي حد هيشوفها، لان شكلها فخم وطعمها اجمل ان شاء الله. وبألف هنا وشفا على قلبكم.